قبل ما نبدأ مش تنسى تشترك في القناتين وقناة الفيس وقناة العشوائيات بتاعتنا، وهتلاقيهم كلهم موجودين في الوصف وعلى قناة التليجرام اللي فيها أسامي الحكايات كلها. وكالعادة مش تنسى تدعمنا بلايك واشتراك، ويلا بينا. بتبدأ من هو بالبطل اللي بيكون بيتكلم عن نفسه وإنه كان بيتمنى إن بعد الحروب اللي شارك فيها دي كلها هو يرتاح أخيرا ويكون عيلة ويكون سعيد، ولكن للأسف الحلم بتاعه ده ما اتحققش وما قدرش يعمل اللي هو عايزه. وراح في لحظتها البطل ده واللي بيكون خسر معركة كبيرة وشخص بيظهر قدامه وبدا انه يضحك، وانه اول شخص يصمد قدامه في معركه كده، وان هو استلم 10 ضربات من سيفه قبل ما ينهار. وبيساله لو صموده ده لانه صح موهبته في ارض المعركه، ودي بتكون التجربه الاصعب لاي فارس. والبطل ارجي بيكون متعب بطريقه كبيره، وانه واضح ان هو عارف عنه وبيشكره، وبيقول ده فخر بالنسبه له ان دوك تمارين يكون عارف عنه ويعترف بقوته. والدوك تمارين بيضحك وبيساله هو عارفه، وارجي بيقول له اكيد وان مستحيل هو ما يعرفوش، وبيقول ان هو واحد من ال6 اضلاع الاقوى في مملكه اسلون، الفارس المعروف بالموجه السوداء الدوك تمارين. وتمارين بيساله لو هو كان عنده الجراءه ان هو يوقف معركه على الرغم من معرفته لهويته، وان كان افضل انه يهرب من هنا. وارجي بيقول له انه ما كانش يقدر يهرب، وتمارين بيقول انه شايف ان ضياع موهبه زيه هيعمل خساره كبيره للبشريه، وبيساله لو هو ناوي يستسلم بعد القضاء على قواته. وارجي بيقول له ان ده سؤال المفروض ما يسالوش لسياف زيه، وبيسحب سيفه وبيقول انه اتولد في ميدان المعركه وهنا هيموت برضه، وانه ما عندوش هدف يهرب عشانه. وتمارين بيراقبه وبيقول له ان على الرغم من كلامه ده ولكن هو شايف ندم كبير في عينه، وبيساله هو ندم على ايه. وارجي بيقول له ان الندم ده مش هيفيده باي حاجه حاليا، وانه اتخلى عنه زي احلامه. وتمارين بيقول له طيب، ويقول له انه بيعترف بيه وانه هو كان يبقى خصم قوي ومناسب ليه لو هو كان نما لفتره اطول، وبيحرر قوته في لحظتها. وبيقول له ان طالما هو قرر يموت موته مشرفه في ميدان المعركه هو يتقبل امنيته دي ويروح يهجم عليه بكل قوته. وبيقول له ان هو يخلي نهايته سريعه، وانه بيتمنى انه في حياته القادمه يقدر يحقق احلامه اللي هو ندم عليها. وبيهجم عليه في لحظتها بهالة السيف وبيقدر يقضي عليه بسهوله. وبكده المعركه اللي استمرت فتره كبيره بين مملكه اسلون ومملكه درين انتهت اخيرا بفوز اسلون. وبنعرف بعدها اكتر عن ارجي وان امه كانت ارمله وهربت بيه من الحرب بين المملكتين وهو صغير، ولكن للاسف هي مرضت بعدها فتره وماتت برضه وسابته وهو مجرد طفل في عالم قاسي مليء بالحروب. وان ارجي من بعدها اتاخد مع ايتام الحرب وتم تدريبهم على شغل المرتزقه والجنود من صغرهم. وان ارجي شارك بعدها في حروب كتيره على الرغم من سنه وجسمه الضعيف لانه ما كانش عنده اي خيار تاني. وان في ميدان المعركه وقدر ينمو ويزود قوته بطريقه كبيره جدا لدرجه ان هو ما كان عنده 14 سنه، هو كان بينافس حتى الفرسان الاقوى في المعركه وما كانش يقدر يصمد قدامه في لحظتها غير مستعملين الهاله. وان هو استوحى من المعارك دي قوته استيقظت اخيرا، وان هو اتكون عنده قلب مانع، وان ساعتها هو كان قادر يستعمل المانع في هجماته واللي اخذت قوته ونمتها لمستوى تاني مختلف. ومن ساعتها هو اترقى في الجيش لحد بقى قائد ميداني، وان من بعدها هو كمل في الحروب وتقوية نفسه لحد ما قدر يوصل ل3 مراكز في المنع عنده، وقوته زادت بطريقه كبيره. وانه كان قرب ينضم لرتبه ال5 فرسان الاقوى عنده في المملكه اول لما يوصل للمركز الرابع عنده. ولكن على الرغم من سعيه للقوه فهو كان عنده هدف تاني وهو الراحه والاستقرار، وانه كان ناوي ينتهي من المعركه الاخيره دي ويرجع لبلدته ويكون عيله ويحميهم من مصير الحروب المزعج ده. وانه دخل المعركه دي بكل قوته وكان قادر ينتصر على اي قوه بتظهر قدامه بسهوله باستعمال موهبته وقوته الكبيره. بس في النهايه ظهر خصم قوته مستحيل تقارن بيه ودمر كل احلامه دي. وان دوك تمارين اللي كان واحد من ال6 الاقوى في مملكه اسلون ظهر في اسوأ توقيت ممكن عشان يحاربه باستعمال قوه الهاله بتاعته، وان هو حارب ضده الفتره ولكن ما كانش قادر يستعمل قوته قدامه او يهزمه بسبب فرق المستوى الكبير ما بينهم. وبيشوف تمارين اللي هجم على ارجي هجمته النهائيه عشان يتخلص منه وودعه، وانه بيتمنى له في حياته القادمه انه يكون عنده حياه افضل. وقدر في لحظتها يدمر جسمه بالكامل باستعمال آلة السيف. وارجي ادرك ساعتها ان حلمه لتكوين اسره بسيطه ووجوده مع اشخاص بيهتموا بيه انتهى خلاص. وارجي بيكون حزين جدا بعد نهايه المعركه، وقبل ما يموت بيتمنى انه كان يقدر يصلح الاخطاء بتاعته دي او على الاقل يحقق حلم واحد بس من احلامه. وبعدها بشويه ارجي بيلاقي نفسه انتقل لمكان تاني وبيتفاجئ باشخاص موجودين حواليه وبيدانوهم يلعبوا معاه، وبيقول ان هو الطفل الاجمل في العالم ده. وارجي يكون مستغرب كل اللي بيحصل، والاب بيقول انه ما كانش بيصدق ان هم يخلفوا طفل جميل زي ده. وارجي ما كانش فاهم قول طفل ازاي وانه مش طفل، وبيحاول يتحرك ولكن ما بيكونش قادر، وبيسالهم بيتكلموا عن ايه. والاب بيمسكه في لحظتها ويقول له من اللحظه دي هيكون اسمه دان وان هو يتبع خطواته ويبقى الرماح الاقوى. وبنعرف هويه الاب وان هو سيرجيس اركين، والام في لحظتها بتسحبه منه وتساله بيتكلم عن ايه وان ابنها هيبقى السفاح الاقوى في التاريخ. وبنعرف هويه الام وانها ليلي سورجيس،
وسرجيس بيكلم ليلي وبيطلب منها تهدى وانها مستحيل تعلم طفل يبقى سفاح وان ده خطر عليه وانه يختار حاجه نبيله زي انه يكون رماح، وهي بتقول له يخرس وانه يبقى السفاح الافضل وان ممكن هو يختاره اساسا في يوم من الايام. والمجموعه بيتحركوا بعدها في اتجاه بيتهم وده ما بيكونش مصدق وانك بيفكر نفسه مات خلاص، فازاي هو اتولد تاني كالطفل دان وانه مش فاهم. واللي اسوأ من كده انه اتولد في مملكه ايسولون واللي بتمثل العدو اللدود بالنسبه له، وان هو كمان ابن الاصغر المستعمل رمح ودي اهانه. وسوجرس اول ما يوصلوا لبيتهم بيكمل خناقه مع ليلي وبيسالها عن رايها في انهم يخلوه رماح الاول وبعدها يدربوه على شغل السفاحين، وهي بتقول له لا وانهم يعملوا العكس وان لازم يبقى سفاح الاول. ودان بيقول انه مش عارف ايه اللي بيحصل وليه هم بيتخانقوا عليه، ولكنه متاكد انه اتولد بعد نهايه الحرب بس مش عارف امتى. والصاج بيكلم سوجرس وليلي في لحظتها وبيقول لهم انه وصلوا خلاص للقصر عندهم وان الكل في استقبالهم، وسوجرس بيشكره وبينزل في لحظتها وبيطلب من ليلي يتحرك معاه عشان يشكروا الخدم والاشخاص اللي حضروا يستقبلوهم، وهي بتقول له طيب معانا بتكره تظهر معاه. وسوجرس بيبدا انه يضحك ويقول لها هو بيكون سعيد اما يكون هي معاه، ودان بيقول انه مش عارف ليه ولكنه بيكره الرومانسيه دي، بس دان بيقدر يشوف لحظات القصر بتاعهم وما يكونش مصدق والمستحيل وانه ما عرفش حتى مكان زي ده في حياته السابقه فازاي هو يعيش فيه. وليه بدها تراقب دان وبتقول انه واضح عليه ان هو سعيد بالقصر الجديد بتاعهم وان هو يعيش هنا معاهم من اول دلوقتي، وده ما بيكونش مصدق وانه اكيد هيكون سعيد ان هو يعيش في مكان زي ده وان هو لاول مره ممكن ينمي موهبته ويعيش حياه سعيده. وبيعدي من لحظتها شهرين وليلي بيكون بتلعب مع دان في بيتهم وبتكون سعيده جدا وبتقول ان هو كبر وان كلامه مش مفهوم ولكن هي بتحبه، ودان بيقول ان هو قادر يتكلم في عقله ولكن مش قادر يوصل المعلومه بكلام طبيعي ودي تجربه مثيره بالنسبه له. ودان بيقول ان العالم ده ما فيهوش عداله نهائيا وان مصير الشخص بيتحدد من اللحظه اللي بيتولد فيها، من اول الاطفال اللي اتولدوا في ميدان المعركه واللي ما عرفوش في حياتهم غير العنف والصراخ والموت، واطفال اتولدوا في الرخاء والخدم موجودين في كل مكان حواليهم وما عرفوش ابدا معنى المعاناه. ودان بيقول ان مقارنه بطفولته السابقه فدي الحياه الافضل، وبيدان يراقب مكان حواليه وان على الاقل هنا هو مش هيجوع ابدا. ووصل في حساس الجوريس لمكانهم برمح وبيدان يضحك واللي دان ان هو جاب له هديه تفضل معاه طول حياته وبيساله عن رايه فيها وانه يقدر يستعمل الرمح ده زي ما هو عايز واتدرب على ايد الرماح الاقوى في العالم. ودان بيراقبه وبيدان يضحك وان الشخص ده هو كونتس الجوريس اركين وان هو واحد من الست اضلاع الاقوى في المملكه وحامل الرمح الاقوى، وانه طبعا اي شخص هيشوف سوجوريس حاليا هيقول عليه مستحيل انه يكون مرعب وانه بيتعرض للتنمر من زوجته كتير اساسا، ولكن في الواقع هو واحد من ابطال الحرب السابقه والمعروف برمح العاصفه الازرق، واللي بتروح في لحظات زعل سوجوريس وبتساله بيعمل ايه وازاي يقدر يدخل لهنا بالرمح كده وده خطير على دان، وبيقول لها ان هو كان عايز يكشف له الرمح وانه محتاج يتعرف على السلاح المستقبلي، وهي بتزعق له وتساله مش حذرته قبل كده وانها قالت له ممنوع التعليم المبكر وان هو كمان اللي اختار بنفسه يا اما هي تقدمه، وبيعتذر لها. ودان بيقول ان امه هي ليلي سوجوريس واللي كانت السفاحه الاقوى في المملكه وانها كانت قويه جدا لدرجه انها اتعرفت بالموت الصامت وان مفيش شخص كان هدفها ونجا منها. ودان بيراقب امه اللي بتزعق لابوه وهي بتقول له انه لو ما وقفش محاوله فرض رمح عليه فهي هتعلمه التخفي وهتفرض عليه شغل السفاحين برضه. ودان بيجي لهم وانه مش عارف هما بيعملوا ايه ولكن مش مهم وانه مش ناوي يتدخل. وبيعدي بعدها شويه وقت من لحظتها وبنشوف اخوات دان بيلعبوا معاه والاخت الاكبر بتستعمل سحر الرياح عشان تنفخ خدوده وبتقول لاختها ان شكله بيبقى جميل جدا، ودان بيدانه يتألم ويطلب منها تسيب خدوده. وبنعرف هويه البنت دي وانها اربيلا سوجوريس، ودان بيقول ان اخته اربيلا دي هي الاخت الاكبر وانها صاحبه موهبه سحريه ضخمه لدرجه انها وصلت ل3 نجوم في السحر على الرغم من كونها انها عندها 12 سنه وبس، وانها مقدر لها انها تكون ساحره في 9 دواير ومن ضمن الاقوى في العالم. واربيلا بدها تلعب معاه وبتساله هو عايز يتدرب معاها وان اكيد هو يكون ساحر قوي زيها، واخته التانيه كلير بتطلب منه ان هو يتعلم سحر ارواح منها وانه يكون مستدعي قوي جدا. ودان بيقول ان كلير عباره عن مستدعيه موهوبه وانها قدرت تعمل اول استدعاء اما كان عمرها 7 سنين وان الكل متوقع انها تكون من اقوى الاشخاص في العالم في المستقبل. واربيلا بتطلب من كلير تلعب مع اخوهم دان وان هو جميل جدا، وكلير بدها تراقبه وبتقول لها فعلا وان اخوهم جميل جدا. ودان بيضحك وانه كان مفكرهم بيكرهوه في الاول ولكن واضح ان دي كانت مجرد غيره منه. وكلير بدها تلعب مع دان وبتقول لاختها انه لطيف جدا وهي بتقول لها فعلا وان دي اول مره ماما تسمح لهم فيها يلعبوا معاه لوحدهم. وكلير بتقول لدان انها قادره تشعر منه بقوه ارواح كبيره وانه هيكون واحد من المستدعين الاقوى في التاريخ وانها تضربه بنفسها. ودان بيضحك والعيله كلها عنده عايزه تعلمه التخصصات بتاعتهم وانه مش عارف هو يعمل ايه ولا هيقرر ايه اساسا، وبيقول ان ابوه هو الرماح الاقوى في المملكه ومن الست الاقوى
وامه هي المختله الاقوى، لدرجه انها حاولت تختار في الماضي الملك الحالي عندهم، واخته اربيلا الساحره الافضل في سنها والمقدر ليها انها تكون كبير الصحراء، واخته كلير المستدعيه الاقوى واللي مقدر ليها تكون من النجوم السته. وبدا انه يضحك وانه يمكن يتخيل ان هو يتولد في عيله مليئه بالوحوش كده، وانه مش متخيل مستقبله يكون عامل ازاي. وده بيقول صحيح هو ناوي ينتقم في حياته دي ولا لا، وانه مات في حياته السابقه موته مشرفه في قتال عادل، وانه ممكن يتخلى عن انتقامه مقابل تحقيق احلامه. وبدأ بعدها عيلته اللي بدنا نتخانق مع بعض على مين اللي هيعلمه الاول، وبيضحك وانه كان دايما بيتمنى حياه امنه ومسالمه مع عيله بتحبه، وان هو يركز على الاستمتاع بحلمه ده حاليا وخلاص، وان هو سعيد انه اتولد ما بينهم. وبيعدي بعدها شويه وقت من لحظتها، وبنشوف ان كنت عامل احتفال كبير عنده في العيله لمراسم الاختيار اللي تخص دان. وبنعرف ان كل ما طفل جديد بيتولد عندهم بيتعمل حاجه اسمها مراسم الاختيار، واللي بتحط فيها اسلحه واغراض كتيره قدام الطفل ده، وعن طريق السلاح اللي بيختاره الطفل بيتم التركيز على تعليمه كل حاجه عن النوع اللي هو اختاره، وبيكون حدد مستقبله خلاص كده. وبنشوف لحظات كل الضيوف المدعوين هما بيتكلموا، وبيقول للسيد الصغير ده ان مستقبله يكون باهر لو هو اختار ان هو يكون ساحر. واحد منهم بيقول لهم ان هو يكون رماح قوي جدا زي ابوه وهيورث العيله، واحد تاني بيقول لهم لا، وان هو يكون سيد سيف او سفاح، وان البلد محتاجه الفئات دي. وكلهم بيدخلوا بعدها عشان يراقبوا عمليه الاختيار. وكنت سوجريس بيشكرهم على حضورهم لمراسم اختيار ابنه، وبيقول لهم ان هم يبداوا حالا. وليه اللي بيتكلم ده في لحظتها، وبتطلب منه يختار من الاسلحه الموجوده قدامه، وانها واثقه في اختياره. ودان بيراقب الاسلحه وبتساله هو يعمل ايه، وابوه بيطلب منه ما يغزلوش ويختار الرمح، وان هو يحوله للرماح الاقوى في التاريخ، وهيديله رمح ذيل التنين بتاعه. وبنعرف ان الرمح ده هو واحد من الرماح الاسطوريه في العالم، واللي صنعه الحداد الافضل دوركان، وشحره بمهنه سحر الثمان نجوم لحد ما تحول لرمح سحري. واللي بتطلب منه يختار الخنجر، وانها تحرص ان اي بلد يدخلها يترعبوا من مجرد ذكر اسمه، وان في السفاح يبقى اقوى منه، وانها تديله خنجر بتاعها شوكة الليل. وبنعرف ان الخنجر ده اتصنع من عناصر نادره جدا بالاخص حراشف التنانين، وانه بيحتوي على عناصر سحريه قويه زي السم قاتل ملوش علاج. واربيلا بتكون متحمسه وبتقول ان هو يختار شنطه الفراغ بتاعتها وانه يبقى ساحر. وبنعرف ان شنطه الفراغ دي هي شنطه تخزين سحريه قويه جدا خاصه بالصحراء، وكلير بتقول لدان يختارها وانها تديله علامه الاستدعاء بتاعتها. وبنعرف ان علامه الاستدعاء دي بتكون علامه سحريه خاصه بالمستدعيين اللي بيستعملوها في استدعاء الارواح او الوحوش. ودان بيدن يراقب احلامهم، وانه كلهم حاطين املهم عليه، وانه مش عارف هو يعمل ايه، وان ان اهم حاجه بالنسبه له انه مش عايز يخليهم حزينين ويفضل شخص منهم على التاني. وبيراقب الاسلحه اللي قدامه ومش مهم، وانه اختار واحد بس، وانه مش قدامه خيار تاني. وبيعرف لحظتها من الاغراض السحريه دي، وكل الموجودين بيراقبوه وكل متفاجئين وبتساله هو يختار ايه. ودان بيراقبهم ويتحرك في اتجاههم، ويقول ان هو اختار بناء على رده فعلهم، وان الحاجه اللي يعملوا رده فعل كبيره عليها هو يختارها وخلاص. وعيلة دان بيضلوا يضغطوا عليه، وامه بتقول له ما يختارش الرمح بتاع ابوه، وانه موجود هنا في فضاء هي وبس ولازم يسمع كلامها. ودان بيكون مستغرب، ولما بيضغطوا على مجرد طفل ليه وانه مش فاهم. واول لما بيقرب من الاغراض والاسلحه السحريه الموجوده قدامه بيبداوا كلهم يتفاعلوا معاه بطريقه كبيره. ودان ما بيكونش فاهم وبيتسرع عن اللي بيحصل، وليه الاغراض دي كلها بتتفاعل معاه كده، وليه اللي بتسال سيجورس عن اللي بيحصل، وهو بيقول له انه ما يعرفش، وانه اول مره يشوف الاسلحه بتعمل كده. وكل المجرمين بيكونوا متفاجئين، وليه ده اول مره يشوف الاسلحه كلها بتختار الطفل، وان في العاده سلاح واحد بس هو اللي بيختاره، وان اكيد السيد الاصغر ده مميز جدا وعبقري زي ما كانوا بيظنوا. ودان بيسمع كلامهم وده انه يضحك، وانه ما بيحبش الغرور، ولكن هو كان موهوب جدا في حياته السابقه، وان في حياته دي هو واخد الموهبه لمكان تاني مختلف. واربيلا بتسال ابوها هم يعملوا ايه، وانها مش فاهمه اي حاجه. وسوجريس بيقول لها انه مش عارف برضه، وانه اول مره يشوف حاله زي دي. وبيراقب ليلي وبيسالها لو بتفكر في اللي هو بيفكر فيه، وهي بتقول له فعلا، وانها قررت خلاص وان هم يعلموه الاربع فئات بتاعتهم، وانه يكون الرماح السحري المختال المستدعي الاقوى. واخوات دان بيتفاجئوا وبيسالوهم لو يقدر يتحمل ده، وان ده صعب جدا عليه ومفيش اي طفل يتحمله. ودان بيضحك ويقول ان هم مستهينين بيه، وانه مش هيتخلى عن فرصه وصلت لمكانه اخيرا. وبيعدي بعدها 7 سنين من لحظتها، وبيشوف دان اللي بيكون بيتضرب على الرمح مع ابوه سيجرس، وسيجرس بيهني دان ويقول ان هو مستواه في الرمح زاد بطريقه كبيره جدا، وانه فخور بيه. ودان اللي بقى عمره 7 سنين دلوقتي بيشكره، وان ده كله بفضله هو، وانه رماح الاقوى. وسيجرس بيضحك وانه ورث المجامله دي منه هو مش من امه، وانه فخور بيه جدا. وبصل في لحظتها الخادم هيرمان، ودان بيستغرب ويسأله عن سبب زيارته، وهو بيقول له ان هو حاضر يوصل الرمح اللي كنت طلبه. وسيجرس بيشكره وانه وصل في الوقت المناسب، وانه كان في انتظاره، وانها صنعت اخيرا.
ودان بيكون مستغرب ويسأل ابوه عن اللي بيحصل، وهو بيقول له دي عيد ميلاده وان هو كان هيسلمها له في الحفله، ولكن هو عايز يسبق امه عشان يبقى فضله عليه اكبر منها، وبيطلب منه ياخد الرمح ده وانه ملكه من اول دلوقتي، وانه بقى له سنتين بيتصنع عن طريق افضل حداد في المملكه كلها، وبيتمنى له ان هو يستعمله اقصى طاقته في المستقبل، وان هو دايما يكون فخور بيه لان هو ابنه. ودان بياخد منه الرمح وبيشكره وبيقول له ان هو يحسن استعماله وان هو مستحيل يغزله ابدا. ودان بيفحص الرمح بعدها ويكون معجب بيه جدا، وانه تم صناعته بطريقه مميزه وبمجهود كبير، وانه مصنوع من مواد نادره. وسوجرس بيسال دان عن رايه هل الرمح عجب ولا لا، وهو بيضحك ويقول له فعلا وانه واضح عليه ان هو قوي. وسوجرس بيطلب منه يجربه وان هو طلبه وزن مناسب عشان يناسبه الفتره دي، ودان بيدنه فعلا يجربه ويكون سعيد جدا وبيشكره على الهديه. وسوجرس بيراقبه وانه فخور بيه جدا، وانه بيعتقد ان يجي الوقت لزياده مستواه، وبيروح يمسك الرمح بتاعه وبيسال دان اللي هو فاكر اول درس عن الفرق بين الرمح والسيف. ودان بيقول له فعلا وان الرمح ده اطول وبيوفر امان نسبي للمستعمل بتاعه، ولكن السيف مجاله اقصر بس قوته فعاله اكتر من الرمح بكتير. وسوجرس بيقول له فعلا وان كلامه صحيح، وان هو حاليا بيتعلم السيافه برضه، ولكن في المستقبل هو مش هيقدر يتخطى فيها مستوى معين كمستعمل رمح، لان عقله مش هيقدر يتعامل مع المسافات المختلفه اللي بيستعملها اثناء استخدام السلاحين. وبيقول بس مش معنى كده انه يتوقف عن التعلم، وان كل سلاح ما بيستعملوه ليه نوع قوه ونوع ضعف، وان هو لازم يستغل كل سلاح لاقصى قيمته. ودان بيقول له طيب وانه ينفذ كلامه، وانه هيتدرب على كل سلاح منفصل لحد اقصى قوه عنده، وانه مش هيغزله ابدا. وسوجريس بيبدا يستعمل سلاحه وبيقول له ان هو طالما استلم رمح جديد فجه الوقت بالنسبه له ان هو يعلمه خدعه جديده، وبيحرك قوته في لحظتها في المكان، وبيطلب منه يستعد ويراقبه وان هو يعلمه اول قدره لقدرات الرماح. ودان بيتفاجئ ودي قوه الرماح الاسطوري، وسوجريس بيستعرف لحظتها الرمح بتاعه وبيهجم على الهدف الموجود قدامه بالهاله، وبيقدر يدمر الهدف ده بكل سهوله، وبيسال دان عن رايه. ودان بيراقبه ويكونش مصدق والمستحيل، وانه ما استعملش اي حاجه غير هجوم الاختراق، ولكن هو خرج كميه قوه كبيره جدا لدرجه ان هو دمر المجال الموجود قدامه. وبيقول ان الهجمه بتاعته دي دمرت الفضاء لبعد لحظات، وان ده بيحصل نتيجه تحريره لقوه سحريه كبيره، فكان صغير لدرجه ان غلاف الابعاد نفسه ما بيقدرش يتحمله. ودان بيقول لابوه ان هو سمع من اخواته انه يقدر يستعمل القوه الكبيره دي عن طريق مركز المنع بتاعه، وانه لو قوى المراكز عنده هتخطى قوه البشر بكتير. وهو بيقول له فعلا. ودان بيقول ان في حياته الماضيه هو كان قادر يوصل ل4 مراكز مانا، ولكن هو ما وصلش المرحله دي من القوه. وسوجريس بيعرفه ان مفيش اي شخص طبيعي بيوصل للمراكز المتعدده دي، وانه مثلا عشان يوصل لقوته اضطر يكون 6 مراكز عنده. ودان بيتفاجئ اول بيسمع كده وان ده عدد كبير جدا، وانه كان هيموت لو حاول يكونها في حياته السابقه. وسوجريس بيسال دان لو يقدر يجرب استعمال نفس الهجمه اللي هو استعملها دلوقتي، وان كده الرمح الجديد بتاعه هيساعده في كده. ودان بيقول له طيب وانه هيجربها. وسوجريس بيطلب منه يركز ويصفي عقله ويتحد مع الرمح بتاعه، وانه متاكد انه ينجح في الهجمه دي. ودان بيقول له حاضر وانه هيجرب، وفعلا بيستعد للهجوم باستعمال الرمح بتاعه. ودان بيقول ان في حياته الماضيه هو ما اهتمش بالرمح، وانه كان مهتم بالسيوف وبس، وقرر يوصل لمرحله الاسياد فيها، ولكن حياته دي مختلفه تماما، وانه لازم يتبع خطوات ابوه. وفعلا دان بيستعمل الرمح بتاعه وبيستعد للهجوم، وابوه بيراقبه وانه اخذ وضعيه هجوميه قويه، وانه كده يخرج هجوم قوي، وانه اخذ تقريبا 7 سنين لحد ما قدر يخرج هجمه الاختراق دي بشكلها الحالي. وانه بيعتقد بالنسبه لدان فبتعليمه هو يقدر يوصل لها بعد 3 سنين من دلوقتي، ولكن بيتصدم في لحظتها اما بيلاقي دان هجم هجوم الاختراق على الهدف اللي قدامه وكسر الفضاء البعدي من قوه الهجمه برضه. وسوجريس ما بيكونش مصدق والمستحيل، وبيوقفه بسرعه وبيطلب منه يهدى وبيساله هو عمل ايه وازاي خرج الهجمه دي وانه مش فاهم. ودان بيقول له انها خرجت طبيعيا، وهو بيضحك وانه كان عارف انه موهوب عشان هو ابنه، ولكن ما تخيلش ان هو يتعلمها في ظرف يوم واحد، وبيساله هو عملها ازاي. ودان بيستغرب وانه هجم برمح طبيعي ودمج سحر والمانع مع حفله الرمح، وانه في النهايه وقف سحره بدا سحر الابعاد بتاعه يتدخل مع السحر الطبيعي. وسوجريس بيكون مصدوم وبيساله وهو خرج سحر منين، وانه لازم يكون عنده مركز مانع عشان يعمل كده. ودان بيقول له فعلا وانه كون مركز بالصدفه اما كان بيقرا كتب اخته عن السحر، وفي الواقع هو كون مركز مانع من اول يوم ليه هنا، ولكن هو طبعا مش هيقول له كده. وسوجريس ما بيكونش مصدق ولان ابنه كون مركز مانع من قرايه كتاب، وانه كان عارف انه خلف عبقري، وبطلب من داني يستعد وانه في يوم من الايام هيبقى اعظم فارس ومحارب اتولد في العالم ده، وان هو يعديه بمراحل. ودان بيضحك ويشكره على ثقته فيه. وسوجريس بيقول انه مش عارف المملكه هتصنف ابنه ازاي، ولكن هو حاليا هيبقى رماح سحري مختال ومستدعي ارواح قوي.
وبيعدي بعدها كام يوم ونشوف احتفاليه كبيره في قصر الكونتيه، وكل مقاطعه بتحضرها عشان تهني دان بعيد ميلاده السابع. وبنشوف شخص بيروح يتكلم مع سيجراس وبيهنيه وبيقول انه بقاله فتره كبيره ما اتكلمش معاه، وسيجريس بيرحب بيه وانه ما توقعش زيارته. وبنعرف ان الشخص ده هو الدكتور تمارين، وتمارين بيطلب منه ما يتعاملش معاه رسميا وان هم اصدقاء. وسيجريس بيقول له ان في ضيوف كتير هنا وان هو لازم يتعامل معاه رسميا وان هو ضيوف، وهو بيضحك وله طيب. وسيجريس بينادي في لحظات على دان ويطلب منه يحضر عشان يقابل الدكتور تمارين، ودان بيتصدم هو اللي بيسمع اسمه وان ده الشخص اللي قتله في حياته السابقه وانه كان متوقع كده. ودان بيروح فعلا يرحب بتمارين، وتمارين بيراقبه وانه واضح عليه ان هو قوي. ودان بيقول ان هو متعصب منه بطريقه كبيره على الرغم ان هو عارف ان اللي حصل ده ما كانش غلطته. ودان بيشكر تمارين على حضوره حفله عيد ميلاده، وهو بيضحك وانه ما يهتمش، ويقول لسوجاريس ان هو خلف ابن نبيل وان هو مش هيلا من تربيته كده. وبتوصل في بنت صغيره وبتقاطعهم، ودان بيتفاجئ ويقول مين دي، وتمارين بيضحك وبيطلب انها تقدم نفسها، وهي فعلا بتقدم لهم نفسها وبتقول لهم انها ليلى تمارين وانها الابن الاصغر دكتور تمارين. والحفله بتكمل بعدها وكل موجودين بيدنوا يستمتعوا بوقتهم. وسوجريس بيسال الدكتور تمارين عن اخبار البارونه زوجته، وبيقول له انهم بحثوا في كل الطرق لعلاجها ولكن مش قادرين يوصلوا لاي نتيجه لحد دلوقتي. وسوجريس بيقول له ان هو عارف ان الوضع صعب بالنسبه له ولكنه متاكد انهم هيتخطوا المرض بتاعها وهترجع بخير تاني. وتمارين بيشكره وبيقول له انه لو اختفى من الاحتفالات بتاعته اثناء وجوده فهو عايزه يتفهم انه يكون استعمل ملفوفه عشان يرجع لبيته بسرعه. وسوجريس بيقول له اكيد وانه متفهم. وتمارين بيساله فين صحيح دان وانه كان عايز يتكلم معاه لفتره اكبر. وسوجريس بيقول انه ما يعرفش وان ليلى كمان اختفت. وتمارين بيشوف لحظه دان اللي بيكون بيتمشى مع ليلى في الحديقه الخاصه بالقصر، ويقول ان واضح ان حفلات الكبار دي بتكون ممله لاطفالهم عشان كده تخلوا عنها. وبروح لليلى اللي بتكون بتتكلم مع دان وبتقول انها في العاده ما بتسمعش كلام ابوها وبتكره الحفلات ولكن هي سعيده انها حضرت وانه ولد جميل جدا. ودان بيستغرب وبيشكرها على حضورها وقال لها المقاطعه بتاعتهم جميله وهاديه وهتعجبها، وهي بتقول له فعلا وان المقاطعه بتاعتها مزعجه وانها مليئه بالجنود والنبلاء اللي بيحضروا كل يوم لمقابله ابوها، ده غير العيله الملكيه اللي بتزورهم كتير. وبتقول انها بتكره الخروج لمقابله النبلاء المزعجين دول وانها بتفضل انها تلبس ملابس المعركه بتاعتها وتتدرب بالسيف لفتره اطول. ودان بيتفاجئ وانه كانش يعرف انها تكون من محبين السيف. وليلى بتسال دان هو بيحب يعمل في وقت فراغه، وهو بيقول لها ان المقاطعه بتاعتهم هاديه عشان كده بيتدرب طول الوقت زي ما هو عايز. وبيقول لها ان هو اتدرب على السيف لفتره ولكن حاليا بيتدرب على الرمح. وهي بتتفاجئ وتقول له صحيح وانها نسيت ان ابوه هو رماح العاصفه، وبتساله لو هو بيتدرب على الرمح عشان يتفوق وينضم للاكاديميه الملكيه. ودان بيقول لها لا وانه مش محتاج يتدرب بقوه عشان ينضم للاكاديميه. وهي بتساله طيب هو بيعمل ليه كده وانها مش فاهمه. وبيقول لها انه بيتدرب عشانه هو وانه مش مهتم باي مناصب او تقدير. وهي بتساله طيب هو يعمل ايه لو فشل في دخول الاكاديميه. وهو بيضحك ويقول لها انه هيحاول تاني وانه مش هيستسلم. وبيقول لها انه كمان لو اتمنع من المشاركه هيجرب اي حاجه تانيه وانه هيعرف ساعتها ان ده مش طريقه وهيجرب حاجه تانيه. وهي بتتفاجئ وبتساله مش خايف من خذلان عيلته. وهو بيقول لها لا وانهم فخورين بيه مهما كانت الظروف. وهي بتقول له ان هو شخص محظوظ جدا وان الفشل في عيلتها امر مرفوض ومفيش عندهم اي اعذار للشخص الضعيف. ودان بيتفاجئ وانه واضح ان دي حياه صعبه جدا. ويقول لليلى ان هو بيعتقد انها مش تخذل عيلتها وهتكون قويه. وهي بتكون سعيده من كلامه وتساله طيب لو مش ممانع انه يعرف طريقتها في السيافه ويحكم عليها. وهو بيسالها لو متاكده وهي بتقول له فعلا وانها تستفيد منه وكمان تستعرض قوتها قدامه وانها كانت ملانه جدا اساسا. وليلي فعلا بتروح مع دان لميدان التدريب وبتبدا تستعرض اسلوبها في السيافه قدامه بكل قوتها وبتساله عن رايه. ودان بيراقبها وهي بتتحرك بالسيف وان تحركاتها سلسه جدا وحتى الهجمات بين التحركات بتاعتها ممتازه. بس المشكله انها بتبدا تفقد قوه هجماتها وتركيزها بعد اول كام حركه وان ده غلط. وليلي بعد ما تخلص بتسال دان عن رايه في السيافه بتاعتها ودان بيقول لها انها كانت ممتازه وانها السيافه الافضل اللي يشوفها لحد دلوقتي. وليلي بتكون متفاجئه وبتساله لو بيقول الحقيقه. ودان بيقول لها فعلا بس هو يضطر يقول لها الحقيقه وبيقول لها انها عندها مشكله وان بدايه من الحركه الثالثه هي بتتراجع كتير وبتفقد قوه هجوم السيف بتاعها. وهي بتتفاجئ من كلامه. ودان بيقول لها ان كمان تحركاتها الجانبيه محتاجه تركيز لان سيفها بيفقد قوته في التحركات المفاجئه دي وممكن هي تتصاب في معركه حقيقيه. وليلي بتكون متفاجئه من كلام دان ودان بيراقبها وان واضح ان هو قال لها تعليمات اكبر من سنها وبيعتذر لها هو لانه كانش عايز يزعجها. وهي بتقول ما يهتمش وبتبدا فعلا تتدرب على التحركات اللي دان قال عليها من غير ما تعمل غلطات. وفجاه بتقع على دان اما بتكون بتتدرب وبتدانها تضحك وتحضنه وبتقول له ان التدريب معاه ممتع جدا. ودان بيتفاجئ وتطلب منها تبعد عنه
وهي بتقول له انها كانت محقه عشان تحضر لهنا، وانها استمتعت بوقتها معاه، وان هو الافضل، وانها هتحضر تتدرب معاه كتير، ودان بيبعدها عنه ويقول لها انا كده بتخنقه، وان كمان السيف ده ممكن يأذيه. وهي بتتأسف له وبتقول له انها كانت متحمسه وبس، وبتدلها تضحك وبتراقبه وبتقول انها كانتش تعرف ان هو من النوع اللي بيتحرك بسرعه كده، وانها سمعت ان هو قوي. ودان بيكون محرج، والبنت دي غريبه جدا، وان اول مره يتعامل مع شخص ما عندوش حدود كده. وفجاه الاتنين بيسمعوا صوت الخدم وهم بينادوا عليهم، وليلي بتقول له ان اكيد الحفله خلصت، ودان بيقول لها فعلا وان هم لازم يرجعوا. والخدم بيروحوا لهم في لحظتها وبيسالوهم هم كانوا فين، وان الكل كانوا قالين عليهم جدا وبحث عنهم في كل مكان عشان يختموا الحفله. ودان بيعتذر لهم، والمجموعه بيرجعوا بعدها للحفله، وليلي بتعلن للكل ان ابنها دان كون اول مركز منع عنده، وبتقول له انها تديله هديه بمناسبه عيد ميلاده وانجازه ده. ودان بيفتح الهديه ويتفاجئ انها قلاده سحريه مرسوم عليها شعار العيله، وان القلاده دي زي اللي اخواته بيلبسوها. وليلي بتطلب منه يعتني بالقلاده وانها تكون دليل على شرفه ومكانته الاجتماعيه والنبيله. ودان بيكون سعيد ومشكور على الهديه، وكل الموجودين بيدانهم يهنوا دان ويقولوا له ان هو دلوقتي عضو رسمي في العيله عندهم، وانهم متاكدين انه هينمو ويكون شخص قوي جدا زي كونت سيجراس. وسيجراس وليلي بيكونوا سعيدين جدا ويقولوا لهم انهم فخورين بابنهم في كل الاحوال. ودان بيقول انه مش مصدق انه انتقل من حياه سيئه كيتيم حرب للحياه دي، وانه محظوظ. وفجاه المكان بيبدا يهتز بطريقه كبيره، وطاقه سحريه ضخمه بتتحرر فيه، وكل الموجودين بيتصدموا ويقولوا اللي بيحصل وان اكيد ده هجوم وحوش. ودان بيسال ابوه عن اللي بيحصل، وهو بيطلب منه ما يقلقش ودي مش وحوش. ودان بيضحك وانه كان بيتمنى ان عيد ميلاده السنه دي يكون هادي وطبيعي، ولكن الاغبياء دول بيحبوا الاستعراض. وليلي بتقول له فعلا وتسال دان لو هو عارف مين اللي حضر زيارته. ودان بيقدر يشعر في لحظتها بطاقه سحريه ضخمه بتتحرر في المكان، ويقول ان هو فهم اخيرا. وبيظهر وقت انتقال ضخمه في القصر عندهم، وكل الضيوف وكانوا مرعوبين وبيتسالوا عن اللي بيحصل، وانهم ما سمعوش عن وحوش بتستعمل سحر انتقال قبل كده. وبيدانوا يراقبوا البوابه ويقولوا لا وان ده مش وحش، وانها بوابه انتقال لساحر. وبيتسالوا عن الضيف المهم اللي حضر لهنا. وفجاه الاخت الاكبر لدان اربيلا بتخرج بالدائره السحريه دي، وبدانها تضحك وتقول لدان انها ما اتاخرتش عليه، وانها حضرت في اسرع وقت ممكن عشان حفله عيد ميلاده. وكل الموجودين بيقولوا مستحيل، ودي الساحره العبقريه اربيلا، وانها حضرت عشان حفله اخوها. وبيدانهم يراقبوها ويقولوا انها استعملت سحر الانتقال من الدرجه العليا، وانهم سمعوا ان حتى سحره الخمس دواير بياخدوا وقت كبير جدا عشان يصنعوا سحر انتقال. ودان بيراقبها وان اخته اربيلا كالعاده بتحب الاستعراض، وانها اتاخرت عشان تظهر بالطريقه دي قدام الكل. وفجاه كل المجرمين بيتصدموا بصوت تنين بره القصر والمستحيل، وانهم بيتعرضوا لهجوم من تنين. واحد منهم بيقولوا ما يلاقوش وان ده مش مجرد تنين، وان الابنه الثانيه كلير موجوده معاه. وبنشوف لحظه كلير اللي وصلت الحفله عن طريق تنينها، وهي بدنا تراقبهم وبتقول انها اتاخرت اكتر من اللازم على الحفله دي، وانها بتتمنى ان ده ما يزعلش منها. وكلير بتدخل في لحظتها الحفله، والكل بيراقبوها وبيقولوا انهم مش متخيلين انها عندها 16 سنه ولكن قادره تتحكم في تنين، وانها المستدعيه العبقريه فعلا. واربيلا بتراقب كلير وبتقول لها انها حضرت متاخره عنها، وهي بتقول لها فعلا. والاتنين بيهنوا دان بعيد ميلاده وبيقولوا له ان اخواته الاكبر حضروا عشان يحتفلوا معاه. واربيلا بتسلم دان الهديه بتاعته وبتقول له انها حضرتها بالاخص عشانه. وكلير بتطلب منه يستلم هديتها الاول وانها افضل. ودان بيكون متفاجئ والمنافسه لسه شديده ما بينهم، وبيشكرهم على حضورهم عيد ميلاده. هما بيقولوا له اكيد، ويطلب منه يفتح الهدايا حالا وان هو الاهم بالنسبه لهم. وسوجريس بيراقبهم ويقول انهم بعتوا له رساله في عيد ميلاده وما حضروش حتى، ولكن عشان دان هم حضروا بهدايا. ودان بيفتح في لحظتها هديه اخته اربيلا، واللي بيكون عباره عن خاتم تخزين سحري. وهو بيتفاجئ وبيسالها لو ده خاتم ابعاد، وهي بتقول له فعلا وانها صممته وصنعته بنفسها باستعمال قوتها. وبتقول له انها استعانت بالمعلم بتاعها عشان يغذي سحر الابعاد فيه، وانهم حولوا خاتم قوي جدا عشانه يقدر يخزن فيه اي حاجه. ودان بيشكرها وهي بتطلب منه يلبسه ويجربه حالا. ودان بيقول ان صناعه خواتم التخزين بيبقى صعب ومتعب جدا، وانه مش متخيل انها حاطه كل مجهود ده فيه وانها كده عانت. واربيلا بتلبسه الخاتم في لحظتها وبتقول له ان الخاتم ده بيتفعل ببصمته الوراثيه والسحريه بس، عشان كده مفيش اي شخص غيره في العالم يقدر يستعمله. وليلي بتروح تفحصه وبتقول له انها قادره تشعر منه بموجات منى خفيفه بتتعرف على المستعمل بتاعها، وانها اكيد استعانت بحجر منى نادر لتصنيع الخاتم ده. واربيلا بتقول لها فعلا وان هديه دان لازم كانت تبقى مميزه، وتطلب منه يضخ شويه بس من منى عنده فيه وهو يتفاعل تلقائيا من غير ما هو يعاني في استعماله. ودان بيشكرها وقال انه يحافظ عليه ويهتم بيه وانها هديه ثمينه جدا. ودان بيقول في حياته السابقه هو حارب اكتر من شخص كان بيستعمل الخواتم اللي زي دي، وان هم يا اما كانوا من عيله نبيله غنيه جدا يا اما صحراء قويه في 6 دواير او اعلى، وان الخاتم ده هينفعه في المستقبل. ودان بيضخ المنى بتاعته في الخاتم في لحظتها عشان يفعله. واربيلا بتقول له ان الخاتم بيتفاعل بسرعه على حسب كميه المنى عنده، وان هو يهمه معاه،
ودان بيقول لها طيب ويفعل الخاتم، وسوجريس وكل موجودين بيتصدموا اما دان بيفتح فضاء التخزين وبيفعل الخاتم في لحظتها، واربيلا بتقول مستحيل وان هو فعل الخاتم في ظرف ثانيتين وبس، وده اسرع حتى منها على الرغم من كونها ساحره قويه وانها كانت متاكده ان هو عبقري، وبدنا تضحك وبتقول ان رؤيه نمو خال اصغر بيديها شعور رائع، وسوجريس بيقول لها ده مش مهم وان الاهم كده انه اكيد فعل دايره سحريه عنده وان هو عبقري، وكلير بتدي في لحظتها الهديه بتاعتها لدان وبتقول له ان هديه اربيلا كانت مميزه ولكن هي الهديه بتاعتها هتكون افضل، ودان بيشكرها ويفتح الهديه وبيستغرب قام لها بيضه، ودان بيمسكها وبيسال اخته هي جايبه له بيضه ليه، وهي بتطلب منه يحذر ويرجعها لمكانها وان دي مش مجرد بيضه عاديه، وهو بيستغرب وبيسالها تقصد ايه، وكل الموجودين بيراقبوهم وبيتسالوا وهي بتتكلم عن ايه وليه هي جابت له بيضه، وكلير بتقول لدان ان دي بيضه وحش اليف وانها كانت عايز تستدعي وحش الدايرون عشان ينضم لقائمه وحوشها، ولكن مش ظاهر غير البيضه دي وانها مش عارفه تخرجه ازاي من لحظتها، ودان بيكون متفاجئ وانه سمع عن الوحوش الاليفه دي قبل كده وانها بتبقى عباره عن وحش طبيعي بيتم استدعائه بطريقه معينه بحيث بيفضل في العالم مع المستدعي بتاعه وما بيرجعش للعالم بتاعه، وان قوته بتعتمد على قوه المستدعي، وكلير بتقول لدان ان مفيش اي شخص يعرف حاجه عن الوحش ده لحد دلوقتي، عشان كده هي عايزاه يحافظ على الموضوع السري لحد ما البيضه دي تفقس، وابو لا اكيد، واربيلا بتساله ما بيتكلموا سريه ليه وانها بتقرا ان اي شخص يخفى عنها اي حاجه، وكلير بتطلب من دان يحافظ على البيضه دي لحد ما تفقس، وبتقول له انها مش عارفه هي تفقس امتى ولكن هو لازم يضخ فيها منى كل يوم عشان لما تفقس الوحش يتعرف عليه بان هو سيده، ولير بتراقبهم وبتقول لدان ان اخواته حضروا بهدايا مناسبه جدا ليه والمفروض هو يكون سعيد ان اخواته بيحبوا له الدرجه دي، وسوجريس بيقاطعهم ويقول له ان هو سعيد جدا بان بناته قطعوا دراستهم وابحاثهم عشان يحضروا لحفله عيد ميلاد اخوهم، على الرغم ان هو كان مستني ان اي واحده منهم ترحب بيه حتى، واربيلا وكلير بيتفاجئوا وانهم كانوا مشغولين مع دان وبيسالوه هو بخير، وسوجريس بيروح لهم ويقول لهم هو بخير وان هو كان مشتاق لهم جدا وان بناته الافضل اخيرا حضروا يزوروه ويكون سعيد، ويقول لهم هو سمع عن انجازاتهم الفتره الاخيره دي وان هو فخور جدا بيهم وان هو عايزهم يرتاحوا هنا الفتره قبل ما يرجعوا تاني لحياتهم الدراسيه، وهم بيقولوا له حاضر، وليلي بتراقب اللي بيحصل من بعيد والاجواء العاليه بين سوجريس واولاده وبتحزن وبتسيب المكان وبتقول انها غيرانه جدا، وتم بيراقبها وبيستغرب وبتسالها وهي بخير وانها اول مره شفت تعابيرها دي وانها كانت مستمتعه جدا بوقتها معاه من شويه، ولكن اي شخص هيشوفها دلوقتي هيعرف انها تشعر بالوحده وانه مش فاهم، وبيعدي بعدها يوم والدوق تمارين اللي بيكون لسه في الكونتيه بيدانه يتمشى في الحديقه، وانه ما كانش متخيل ان ابن سوجريس الاكبر هتكون موهوبه كده، وانها باعتراف الكل هي هتكون الساحره الافضل في العالم وانها حاليا الساحره الاقوى في الاكاديميه زي ابنه السياف الاقوى برضه، وقول ان اربيلا لو اتزوجت من ابنه وضم قوتهم والموهبه اللي عندهم فهم يصنعوا عيله حتى العيله الملكيه تخاف تلمسها او تقف في طريقها، وقول ان هو يحاول يتكلم مع سوجريس بالليل على موضوع الخطوبه بتاعتهم وان هو يطلب بنته اربيلا لابنه، ولكن هو بيتمشى في المكان بيقدر يشعر بصوت وطاقه غريبه بتصدر بجانبه وهو بيستغرب وان في شخص بيتدرب وبيتسال مين اللي بيتدرب دلوقتي وان حتى الخدم لسه نايمين، وبيروح في الاستال دان اللي بيكون بيتدرب على استعمال الرمح في ميدان التدريب بتاعه، ودان بيستعمل كل سرعته مع التحركات اللي هو اتعلمها من ابوه سوجريس، وانه لازم يطور مستواه في اقصر فتره ممكنه عشان يقدر يتعلم من ابوه اسلوب الرمح المتطور بتاعه، وبيكمل فعلا في تدريبه وانه مش بيعاني من ضعف تحركاته لانه هو اتعود على التحركات دي من حياته السابقه كسياف، وان مشكلته الحاليه هو التعود على احساس الرمح والمسافات اللي هو محتاج يستعملها في الهجوم، والدوق تمارين بيوصل وبيدان يراقب دان وبيكون متفاجئ وان كنت سوجريس خلف وحش كمان غير بناته الاكبر، وبيدان يراقبه وان تحركاته واستعمال الرمح بقوه وخفه بتدل على انه مش مجرد طفل عنده 7 سنين وان ده مستحيل، وان كمان اسلوبه في الهجوم ممثل لابوه مع اختلافات صغيره مشابهه لهجمات السيافين، وبيتسلى هو اتعلم السيافه برضه قبل ما يتعود على الرمح ده، وانه كان سمع من فتره ان سوجريس خلف ابنه اقوى وموهوب اكتر حتى من اخواته، وان واضح ان الكلام ده كان صحيح وان سوجريس كان بيحاول يخفي موهبته حاليا، ودان بيوقف تدريب في لحظتها وللتمارين انه مش عارف هو مين وليه بيراقبه، ولكن هو بيفضل انه يظهر قدامه بدل ما يتجسس عليه كده، وتمارين بيتفاجئ وانه اكتشفوا وان حواسه كبيره جدا ومش مناسبه لطفل، وبتصير صحيح هو تحركاته مش غريبه عليه ليه، وانه قادر يشعر بانه قتل شخص بنفس التحركات دي قبل كده، وتمارين بيدخل في لحظتها لدان ويتاسف له وبيقول له انه ما كانش بيتجسس عليه وانه ما كانش عايز يقطع التدريب بتاعه بس، وده بيرحب بيه وانه ما كانش يعرف ان دوك حضر بنفسه لزيارته، وتمارين بيراقبه وانه متاكد ان الولد ده في حاجه غريبه وان قوته وذكائه مرعبين، وتمارين بيقول لدان ان هو كان بيتجول في المكان ده واتفاجئ بطاقه غريبه خارجه من هنا عشان كده حضر واتفاجئ بيه بيتضرب على الرمح، ودان بيقول له ما يهتمش وان هو سامحه خلاص،
وتمرين بيراقبه وبيضحك، والولد ده عنده جراءة كبيرة عشان يكلمه كده، وبيدانه يراقب ايده، وان واضح ان هو حتى مش بيترعش بعد التدريب القاسي ده، وان واضح ان عضلاته واعصابه بتخضع على سيطرته الكامله، وانه موهوب اكتر منه اما كان في سنه. وتمرين بيقول لدان ان واضح انه ورث اسلوب الرماح الخاص ببوسو جاريس، وان هو قوي، ودان بيقوله فعلا، وان هو علمه وكمان اداله الرمح ده واللي اتصنع في مده كبيره. وتمرين بيقول له ان هو فخور بيه، ودان بيشكره وبيقول له ان اعترافه بيه فخر بالنسبه له. وتمرين بيضحك، وان دي مش اجابه طفل عنده 7 سنين، وان هو زي ما ظن فهو اكبر من سنه، وانه بيفكر في زواج مرتب بين العيلتين برضه، وان هو يكلم سوجاريس على خطوبه ابنه الاصغر دان من بنته ليلى. وتمرين بيقول لدان ان بنته ليلى مستعمله سيف قويه، وان المفروض يبقوا اصدقاء اما يدخلوا اكاديميه مع بعض، ودان بيقول له اكيد وان هو يهتم بيها. وتمرين بيضحك، والولد ده ذكي جدا، وان هو كان عايز يتكلم معاه لفتره اطول، ولكن هو مش عايز يقطع تمرينه. ولكن قبل ما يمشي تمرين بيقول لدان صحيح هو عنده سؤال اخير، وبيساله لو هو اتضرب على السيافه قبل كده. ودان بيتفاجئ وان هو كان مهمل، وان هو اكيد يقدر يتعرف على اسلوب حركاته كسياف من حياته السابقه، ودي غلطه كبيره. وبيقول لتمارين ان هو اتدرب على السيافه بنفسه من كتب السيافين، ولكن ما اتعلمش السيافه رسميا. وتمارين بيقول له طيب، وبيكون مستغرب، وانه كان متاكد انه شاف اسلوب سيافه خاص بالمعارك من تحركات الولد ده، وانه غريب جدا. وقول لا، وانه بيفكر في الموضوع اكتر من لازم، وانه مجرد طفل، وانه مش هيضيع وقته في تفكير ملوش قيمه. وقول لدان انه هيرجع للدقيه اخر الاسبوع، وانه عايزه يزوره قبل ما يروح للاكاديميه عشان يستضيفه عنده، وانه هيعلمه السيافه. ودان بيضحك ويقول له اكيد، وبيتسال هو افتكره، وانه مستحيل يكتشف هويته لانه مجرد طفل، وبيدانه يراقبه. وان تمارين هو الوحيد اللي ما قدرش يهزمه في حياته السابقه، واللي وقف تقدمه وسعيه لاهدافه، وانه مش شايل اي حقد او كره ضده، ولكنه بيوعده في الحياه دي انه يبقى اقوى منه وهيهزمه. ودان بيكمل بعرف التدريب بكل قوته، والخادم هيرمان بيروح له في لحظتها، وبيقول ده وقت الرجوع. ودان بيساله بيعمل ايه هنا، وهو بيقول له دي وظيفته انه يفضل بجانبه دايما. ودان بيشكره ويقول ان اكيد هيرمان كان سفاح سابق برضه بمهاره التسلل بتاعته دي، وانه مش قادر يرصد وجوده حواليه. ودان بيسال هيرمان لو الكل مستعدين، وهو بيقول له اكيد، وان الحفله الاولى انتهت، والحفله النهائيه الخاصه بكون المستعمل المنى بدات وهتخلص مع اخر الاسبوع. وبيعرفوا ان النبلاء اللي حضروا لتهنئته بداوا يوصلوا من كل مكان للكونتيه بتاعتهم، وانهم حضروا في امل تكوين علاقات معاهم. ودان بيسالوا عن اخواته اللي هم كمان هيفضلوا معاه الحفله النهائيه دي، وهيرمان بيقولوا لا، وانهم فتحوا بوابه انتقال ورجعوا تاني الاكاديميه، وانهم قالوا انهم عندهم امتحانات كتيره لازم يذاكروا لها وما يقدروش يفضلوا هنا اكتر من يومين. ودان بيقولوا طيب، وانهم لازم يرجعوا حاليا، وانه عايز يجرب الهدايا اللي استلمها من اخواته صحيح، وانهم قالوا يهتم بيها. ودان بيروح بعدها الحفله الرسميه المقامه على شرفه، وبيدن يعاني مع الحضور والنبلاء كتير اللي حضروا لزيارته، ولكن بيحاول يستمتع بوقته على قد ما يقدر وخلاص لحد ما الاحتفالات تخلص. ودان بعد بيتعب من الاحتفالات دي بيخرج للحديقه، ويكون مرهق بطريقه كبيره، والاحتفالات دي مزعجه جدا، وانه بيفضل انه يتضرب وخلاص. والازعاج ده دايما بيهدى عنده اما بيحضر الحديقه بتاعته، وان الحديقه بتاعتهم جميله جدا لدرجه ان هو بيستمتع بوقته فيها، وان الازهار جميله جدا هنا. وصحيح اخته الاكبر اربيلا قالت له ان الزهور بتحتوي على اكبر كميه مانا، وانه لازم يفحص مانة الزهور دي يمكن يفهم كلامها. ودان بيبدا في لحظتها يفحص مانة الزهور الموجوده قدامه، وانه بقاله فتره بيتدرب على السحر والاستدعاء، ولكنه ما قدرش يعمل تقدم كبير فيهم، وانه مش عارف هو يعمل ايه دلوقتي. وبيتسائل لو المفروض يركز على حاجه واحده الاول، وانه كان مفكر في البدايه ان امتلاكه لمواهب كتيره هيسهل حياته عليه، ولكن في الواقع هي مصعبه تمرينه بطريقه كبيره، وانه مش عارف يوصل لطريقه تدريب محدده كده. وده لما بيكون بيفحص مانة الزهور بيتفاجئ بطاقه غريبه بدات تخرج منها، والمنى دي بتدخل لجسمه بطريقه كبيره، وانه لو قدر يتحكم فيها ويدخلها دايرته السحريه يقدر يكون دايره تانيه عنده. وده انه يضحك، وان جسمه تقبل المنى كبير جدا، وان نادرا اما يكون في شخص جسمه قادر يسحب كميه المنى دي كلها بسهوله كده. وقول ان هو حاليا قادر يشوف المنى الخاصه وظهوره هنا بسهوله بعد ما حللها وتقبل جزء منها في جسمه، وانه اول مره يشعر بالشعور ده، ولكن ده بيقدر يشعر في لحظتها بالمنى الخاصه بالظهور بتتدمر في المكان. وده ما بيكونش فاهم وبيتسال عن اللي بيحصل وليه المنى اتدمرت كده. وبيروح في لحظتها الناحيه الثانيه من الحديقه، وبنشوف اتنين من الاطفال بيدمروا الزهور الموجوده، والاخ الاكبر بيقول انه بيكره الحفلات دي، وانه ما كانش عايز يحضر لولا اصرار ابوه، والاخ الاصغر بيطلب منه يوقف اللي هو بيعمله، وهو بيقول له يسكت، وان مفيش اي شخص هيهتم بشويه اثار غبيه كده، وبيخرج غضبه عليها. والاتنين بيقدروا يشوفوا لحظتها دان اللي بيكون بيتجول عشان يفحص الزهور، وهم بيستغربوا ومين الطفل ده وبيعمل ايه هنا. والاخ الاكبر بيروح له في لحظتها وبيسال دان لو هو خادم هنا، وانه واضح انه فقير جدا من ملابسه دي، وبيساله لو عايز يلعب معاهم. ودان بيتفاجئ وان الاوغاد دول، والاخ الاكبر بيقول له انهم ضاعوا في الحديقه دي، وبيطلب منه يا اما يلعب معاهم ويسليهم، يا اما يخرجهم من هنا ويرجعهم للحفله، وانهم ملانين.
ودان بيتفاجئ من اللي هم عملوه في الزهور والحديقه بتاعته، وبيروح لهم وبيساله هم بيعملوا ايه، وبيطلب منهم يخرجوا حالا وانهم بيدمروها كده. هم بيسالوه وده يخصه في ايه، ودان بيقول لهم ان هم كانوا يقدروا يستعملوا الطريق الطبيعي، فليه هم بيدمروا الزهور بتاعته كده، وان ده تصرف همجي منهم. والاخ الاكبر بيضحك وبيساله بيتكلم بغرور كده ليه، وبيساله لو هو خادم غبي ومش عارف هم مين وانه ممكن يموت كده. ودان بيقول انه مش عارف او مهتم بهويتهم، وان اللي يعرفوا انهم مجموعه من الاغبياء بيدمروا الزهور الخاصه بيه. والولد ده بيتعصب ومسك دان وبيساله لو مجرد خادم حقير زيه بيستهزئ بابناء كونت تايرون وانه هيموت. ودان بيتفاجئ وانه فاكر كونت تايرون ده، وانه اثناء الحرب هجم على القلعه بتاعته واسره، وانه كان نبيل وغد جدا لدرجه انه كان عايز يتخلص منه. والاخ الاكبر هنري بيقول لدان انه اكيد دلوقتي عارف هم مين، والمفروض هو يعتذرهم حالا يا اما هو يقضي عليه مع عيلته. ودان بيقول له انه واضح عليه ان هو غبي ومش هيتعلم بسهوله. وهنري بيتعصب ويساله بيقول على مين غبي، وانه هو اداله الفرصه ولكن هو يعلمه الادب، وبيحاول يهجم عليه، ولكن دان هو اللي بيهجم عليه وبيضربه بكل قوته في راسه. والاخ الاصغر فالير بيتفاجئ وبيسال هنري اللي هو بخير، وهنري ما بيكونش مصدق، والوقت ده اصابه وخلاه ينزف وانه مجنون وانه كتب نهايته كده. ودان بيروح لهم ويقول له انه قبل تحديه وانه هيخليه يجرب يقضي عليه، وانه هو اللي قرر انه هو اللي علمه درس مش هينساه ابدا. وهنري بيتعصب ويقول له انه اكيد واخد غبي وانه هو يقضي عليه حالا، وفنير بيطلب منه يهدى وان ده يتحول لمشكله. ولكن هنري بيتجاهله ويروح يهجم على دان بكل قوته وبيحاول يصيبه، بس دان بيكون قادر يتفادى هجمته بسهوله. وهنري بيحاول يهجم عليه تاني ولكن دان بيقدر يتفادى هجماته برضه، وبيقول ان هو ضعيف جدا. وهنري بيكمل هجوم عليه ولكن ما بيكونش قادر يصيبه. ودان بيقول ان بالحكم على قوته وتحركاته فهو اما ساحر يا اما مستدعي، وانه لازم يحذر منه. وهنري بيكمل في هجومه عليه وبيطلب منه يقف هروب حالا وانه لازم يضربه، وبيقول له انه لو سمح له يضربه فهو مش هيقضي على عيلته بسبب افعاله دي. ودان بيتفادى هجماته وانه عايز يستعمل المانا اللي جمعها من شويه وانه يقدر يحولها لهجوم قوي ضد الوغد ده. ودان بيجمع المانا في لحظتها في ايده وبيهجم بهجوم قوي على هنري وبيفجر جسمه بالمانا وبيرميه لبعيد. وفنير بيكون مصدوم من اللي حصل والمستحيل، وهنري بيصطدم في لحظتها بالمكان اللي فيه زهور وراه وبيدمره. ودان بيراقبه وانه دمر الزهور بتاعته اكتر، والمفروض هو كان يقلل قوته في التعامل معاه. وهنري بيكون تاني في لحظتها ويكون بيعاني بطريقه كبيره، وبيقول له ان هو استهان بيه وانه واضح ان هو قادر يستعمل السحر، وبيساله هو مين. وفنير بيطلب منه يوقف اللي هو بيعمله ويتراجع وان هم كده يعملوا مشاكل. وهنري بيقول له يخرس وان هو يتعامل مع الحقير ده حالا بكل قوته وانه مش هيسامحه على اللي هو عمله، وبيحرك كل قوته في المكان ويطلب من دان يستعد. ودان بيتفاجئ وانه طلع مستدعي مش مجرد ساحر، وانه متوقعش كده، وانه قوي ولكن غبي في نفس الوقت. وهنري بيستعمل قدرة الاستدعاء بتاعته وبيستدعي ذئب روحي كبير عشان يواجه بيه دان. وهنري بدان يضحك ويسأل دان عن رأيه، وده الذئب الخاص بجيمبو وان هو اللي عصبه ولازم يتقبل مصيره، ويطلب من جيمبو يهجم عليه حالا ويقضي عليه. ودان بيراقبه وان هو استدعى وحش قوي ولكن هو استدعى مجرد ذئب، وانه ما يقارنش باخته اللي بتستدعي وحوش التانيين بكل سهولة. والوحش يروح في لحظتها يهجم على دان بكل قوته، وهنري بيضحك وان دي نهايته وانه مش هينجح. ودان بيراقب الوحش ويطلب منه يتوقف على اللي هو بيعمله ويتراجع. والوحش اول بيسمع كلام دان بيتوقف حالا عن الهجوم وينضم لصفه. وهنري بيكون مصدوم وان ده مستحيل، وبيسال جيمبو هو بيعمل ايه، وانه طلب منه يقضي على الوغد ده فليه واقف هجومه، وانه كده بيعصى اوامره. وفنير بيراقبه ويقول لاخوه ان جيمبو مش بينفذ كلامه وانه بيلعب مع الولد ده. وهنري ما بيكونش مصدق ولو عمل ايه وازاي هو كسر سيطرته على جيمبو وانه مش فاهم. ودان بدأ يلعب مع الوحش وفي الواقع هو مش وحش سيء وانه قوي وانه يقدر يستعمله لصالحه لاطول فتره ممكنه. ودان بيقول ان هو كان بيتدرب مع اخته كلير، كانت كل الوحوش اللي بتستدعيها لطيفه معاه وانه ما فكرش في الموضوع ساعتها، ولكن واضح ان ده تاثير دماء المستدعين اللي موجود في جسمه. ودان يلعب مع الوحش وان الوحوش المستدعاه على حسب كلام اخته بتكون علاقه مع الشخص اللي بتخدمه مش مجرد عقد، وانها بتميل للشخص اللي علاقتها مع اكبر بطريقه كبيره. وان معنى ميل جيمبو ليه فاكيد الوغد ده استعمله بطريقه سيئه واهانه وانه كان بيكرهه. ويقدر بيقدر يشتم جيمبو وبيساله لو بيجرؤ يخون السيد بتاعه وانه هيدمره كده وانه ما سابلوش خيار تاني. ودان بيطلب منه في الغباء بتاعه ده وانه كده بيضيع وقتهم وانه عايز يكمل فهو مش هيتعامل معاه برحمه. وهنري بيشتمه وبيساله مفكر الموضوع انتهى كده وانه يقضي عليه، ولكن اخوه الاصغر بنير بيوقفه في لحظتها وبيطلب منه يخرجوا من هنا، وده انه يبكي. وهنري بيراقبه وبليه مرعوب من اللي حصل وبيتفاجئ وبيطلب منه يهدى وانهم بخير وانه كده بيحرجهم. ودان بيطلب من هنري يتصرف اخ اكبر صالح ويحمي اخوه وينفذ كلامه. وهنري بياخد بنير وبيخرج من المكان وبيقول لدان انه مش هيسامح ابدا وانه يرجع عشانه دلوقتي وانه مش هيتحمل الاهانه اللي هو شافها منه دي. ودان بيراقبه واللي غبي ده بيتكلم عن ايه، وهو صحيح ساب الاستدعاء بتاعه معاه ليه وانه مستدعي غبي،
وده بيبدا بعدها يستعمل قوته ويقول ان هو يعمل زي ما اخته كيلر علمته، وانها قالت له ان عشان هو يكسر رابطه بين الوحش والمسترعي بتاعه فهو لازم يكسر رابطه المانا ما بينهم. وفعلا دان بيعمل كده وبيكسر رابطه المانا وبيعمل رابطه جديده بينه وبين الوحش جيمبو، وان الرابطه بين جيمبو والوغد هنري كانت ضعيفه اساسا لدرجه ان هو ما اعتقدش ان الوحش ده كان بيعتبره سيده ومش مهم، وان الوحش اتوقف في الاول اساسا لانه شاف مسترعي افضل منه واقوى منه بكتير. ووصل بعدها هنري مع ابو تايرن، وتايرن بيساله لو ده الوغد اللي اتنمر عليه، وهو بيقول له فعلا، ودان بيراقبه والوغد ده بيعمل ايه وليه بيصعد الموضوع اكتر. وهنري بيقول لابوه ان الولد ده اتنمر عليه هو واخوه الاصغر فانير، وكمان كسر رابطه بينه وبين الوحش المستدعي جيمبو. وتايرن بيروح لدان وبيقول له ان هو كنت تايرن رئيس واحده من العائلات الاقوى في المملكه، وبيساله اللي هو اللي عمل كده في اولاده وكمان كسر عقد بين الوحش وبين ابنه. ودان بيقول له فعلا وان هو اللي عمل كده ويكون مستغرب، والوغد ده بقى اتخن بكتير من اخر مره شافه فيها، وان اوقات السلم خطيره على الوغد اللي زيه. وتايرن بيقول له ان هو كضيف شرف في العاده هيتجاهل اللي حصل لان هو لعب اطفال، ولكن هو اتجوز حدوده وهو مش هيسمح لده يمر بسهوله ولازم هو يتعاقب. وبيساله فين اهله وان هو عايز يعرف قوته حالا عشان اهله يتعاقبوا معاه. ودان بيقول له ان هو دان سوكوريز ابن كونت سوكوريز الرماح الاقوى في المملكه. وتايرن بيتصدم اول ما يسمع كده والمستحيل، وهنري ما بيكونش فاهم ولا ازاي الوغد ده هو ابن كونت سوكوريز وانه فكره مجرد ابن خادم هنا. وتايرن بيقول ما توقعش ده هيحصل ولكن مش مهم، وان هو حتى لو ابن كونت سوكوريز فهو يستغل الامور لصالحه، ويقول ان هو هيتعب الولد ده واهله عشان ابوه يمنحه حق المناجم اللي عيلته بتملكها بالقرب من المقاطعه بتاعته، وانه بعد نهايه الحرب كل النبلاء بينظروا له بطريقه سيئه لانه اتاثر وان هو ينتقم منهم كلهم. وتايرن بيسال دان لو هو الولد اللي هم حضروا عشانه وان هو كانش يعرف ان هو يسيب الحفله ويخرج هنا. ودان بيقول له ان هو كان بيفضل ان هو يبعد عن الازعاج ولكن هم اللي وصلوا لمكانه. وتايرن بيتعصب والوغد الحقير ده مستفز وانه مش مهم وان هو ما حضرش كل المسافه دي اصلا عشان يحتفل بعيد ميلاده وان هو عنده خطط تانيه. وتايرن بيسال دان هو ناوي يعمل ايه في الافعال الخطيره بتاعته دي وازاي هو يعوض ابنه على اللي حصل ده، ويقول له ان هو صاب ابنه اصابات خطيره وكمان سرق الاستدعاء بتاعه ودي جرائم كبيره بالنسبه للنبلاء. وبيقول له ان باعتبار ان هم وصلوا ضيوف لحفله عيد ميلاده فهو راح يتكلم مع كونت سوكوريز وهيحمل مسؤوليه لانه لسه طفل وبيطلب منه يتحرك وانهم يروحوا له حالا. ودان بيقول انه موافق انهم يروحوا يقابلوا ابوه، ولكن قبل ما يتحرك معاهم فهو عايز منهم هما الاثنين اعتذار. هم بيتفاجئوا اول ما بيسمعوا كده وبيسالوه هو بيتكلم عن ايه. ودان بيقول لهم ان هو فعلا ضرب هنري ولكن هو اللي حاول يهجم عليه الاول، وكمان الوحش بتاعه هو ما سرقوش ولكن الوحش هو اللي اختار بنفسه لانه كان بيكرهه. وهنري بيقول له يخرس وانه مستحيل جيمبو يعمل كده وان هو سرقه خدعه وبيطلب من ابوه ما يصدقوش وان الولد ده بيكذب. وتايرن بيفكر في كلامهم ولان هو سمع ان اخت دان مستدعيه عبقريه وانها كده علمت دان طريقه سريه لقطع الرابط بين الوحوش واسيادها وهو استعملها ضد هنري. وتايرن بيسال دان لو هو بيقول ان هو عايز اعتذار منهم بعد ما سرق الوحش من ابنه، ودان بيقول له فعلا وان هو عايز اعتذار على هانه ابنه وكذبه قدامه. وتايرن بيتعصب وبيساله هو اتعلم يتكلم على الشخص الاكبر منه بالطريقه دي، ودان ما بيردش عليه وبيساله هو يعتذر. وتايرن بيتعصب والولد ده مستفز جدا وانه مخلي دمه بيغلي بطريقه كبيره وانه عايز ينتقم منه. وتايرن بيطلب من دان يتحرك وانهم يروحوا يقابلوا ابوه كونت سوكوريز وانه هيواجه كلامه ليه هو وانه مش هيضيع وقته في صراع اطفال. ودان بيراقبه والوغد ده بيخطط ايه بالظبط وانه متشوق لرؤيه ابوه وعمال يطالب بكده وانه اكيد بيحاول يخدعه. وبيوصل في حساب كونت سوكوريز مع الدكتور تمارين وبيسال تايرن اللي هو كان بيبحث عنه، وتايرن وابنه بيتفاجئوا ان هو حضر مكانهم وبيسالوا الدكتور تمارين حضر معاه ليه وانهم مش فاهمين. والولد هنا بيبدا يعرف كونت سوكوريز اللي حصل وانه كان ضايع في الحديقه مع اخوه وانه شاف دان وما كانش يعرفه وطلب منه يدله على مكان القصر ولكن هو ضربه وسرق الوحش بتاعه اما حاول يدافع عن نفسه. ودان بيراقبه والولد ده بيكذب بطريقه كبيره وانه عامل زي تايرن ولكن جيبهم ده مش هيخدع ابوه وان ابوه مش غبي ودايما بيسمع وبيحلل الروايه بطريقه كبيره قبل ما ياخد اي قرار. وهنري بيقول لسوكوريز ان دان بعد ما سرق منه الوحش الخاص بيه فهو حاول يهجم بيه عليه هو واخوه وانهم اترعبوا وهربوا بسرعه عشان ما يموتوش وان اخوه اتأذى من اللي حصل ده. ودان بيضحك والولد ده بيكذب كذبه صريح من غير ما يتردد حتى وانه توقع المستقبل مذهل زي ابوه. وتايرن بدأ انه يضحك ولان ابنه وراتهم خلاص، وقول لسوكوريز انه كانه يمنح ابنه بس تحذير المره دي ولكن سيره الوحش المستدعي والاعتداء على ضيوف في بيته جريمه خطيره وانه عايز تعويض على الوحش اللي هو سرقه
وسوجاريس بيقول له ان هو سمع منه وجه الوقت اللي هو يسمع فيه قصه من ابنه، وبعدها يقدروا يتكلموا في حكمهم، وانه كمان لو خايف من حكمه كأب فهم بعد ما يسمعوا اللي حصل من دان فهم هيخلوا دوك تمارين هو اللي يحكم ما بينهم. وتمارين بيقولوا طيب وانه موافق، وان طالما ده هيحل مشكله فهو يحكم ما بينهم. وتيرن بيتعصب وانه ما كانش عايز تمارين يتدخل في الوضع ده، وانه ممكن يصعب الامور اكتر عليهم. وسوجاريس بيطلب من دان في لحظتها يعرف اللي حصل وليه هو ضرب هنري، ودان فعلا بيبدا يعرف اللي حصل، وبيقول له ان هو الان في الحديقه عنده بيدمروا الزهور بتاعته، وان هو طلب منهم يتوقفوا. هنري اتعصب ومسكه من رقبته وحاول يهجم عليه، وان عشان كده هو دافع عن نفسه وضربه. وهنري بيتفاجئ ودي كدبه واضحه وبيقول له فعلا. وسوجاريس بيتعصب ويطلب من دان يكمل، ودان بيقول له ان هو بعدها استدعى الوحش جيمبو الخاص بيه عشان يهجم عليه ويحاول يقتله، وانه كمان ما سرقش الوحش منه، ولكن الوحش توقف بارادته لانه كان معجب بيه اكتر. وتمرين بيكون متفاجئ وان ده اتغلب عليهم في الكلام، وان ده مستحيل يكون طفل عنده 7 سنين. ودان بيقول لهم انه ما سرقش الوحش من ولد هنري ده، وان هو اللي استسلم ليه بكامل ارادته وتحول لوحشه لانه كان بيكره هنري جدا. وتارن بيتدخل ويقول له ده مستحيل، وان الوحش ما يقطعش الوصله مع سيده لسبب زي ده، وان اكيد ابنه هو اللي عمل خدعه معينه ضده لانه مش مستدعي. ودان بيقول له انه بيملك قدره الاستدعاء، وانه ما كانش محتاج يسرق الوحش من ابنه لانه هو اللي اختاره كسيده. وتارن بيقول له دي كدبه واضحه. وسوجاريس بيسال دان لو متاكد ان هو عمل عقد مع الوحش ده، وهو بيقول له فعلا. وتارن بيقول له ان هو بيكذب وانه مش هيقدروا يصدقوا كدبه زي دي، وانه مش معاه حتى اي دليل على الكلام بتاعه ده. ودوك تمارين بيقول له انهم عندهم دليل، وبيقول له ان هما الاثنين يقدروا يستدعوا الوحش اللي بيتكلموا عنه، وان هما كده يقدروا يحددوا مين فيهم اللي بيكذب اما يستدعوا الوحش ده. وتايرن بيتفاجئ من كلامه وانه عشان كده ما كانش عايز دوك تمارين يتدخل، وان ده هيعمل لهم ازمه. وسوجاريس سلدان اللي هو يقدر يستدعي الوحش قدامهم ويثبت كلامه، وهو بيقول له فعلا وانه هو يقدر. وتايرن بيراقب هنري وبيطلب منه يستدعي الوحش هو كمان، وهنري بيتفاجئ ويقول له بس هو ما يقدرش يستدعي الوحش هنا، وان الرابط بينهم اتكسر، وهو بيقول له يخرس ويستدعيه وانه مستدعي. وهنري بيدنه يحاول عشان يستدعي جيمبو ولكن ما يكونش قادر. وتارن بيسأله هو غبي وانه طلب منه يستدعي الوحش والمفروض هو مستدعي قوي، ولكن ليه هو ضعيف كده. ودان بيراقبهم والاغبياء دول بيعملوا ايه، وان هو كسر ربط خلاص بين هنري والوحش وانه مش هيقدر يستدعيه تاني نهائيا. ودان بيقول لسوجاريس ان هو يستدعي الوحش حالا ولكن هو محتاج علامه الوحش من هنري. وهنري بيتفاجئ وبيساله ازاي يجرؤ يطلب علامه الوحش منه وانها خاصه بيه هو، وان هو حتى لو حاول يستعملها مش هيقدر لانها متسجله بقوته روحيه. وسوجاريس بيقول له انه مش مهتم، وان لو كلامه صحيح فابنه مش هينجح. وبيسالهم اللي هم مش عايزين يثبتوا الكلام اللي هم اتهموا ابنه بيه. وتارن بيكون متفاجئ من كلامه وانه ما قدرش يعرض حاجه زي دي وان هم يشكوا فيهم، وبطلوا من هنري يسلموا علامه الوحوش. وهنري بيتفاجئ ويقول بس هو ما قدرش يعمل كده وان هو اهانه. وتارن بيطلب انه يخرس ويسلموا العلامه حالا وانه مش هيقدر يستدعي الوحش اساسا. ودان بياخد منه العلامه وبيبدا يستعملها، وان في العاده مفيش شخص بيقدر يستدعي بعلامه مش تبع عليه لان كل مستدعي العلامه مرتبطه بروحه، بس هنري استدعى الوحش ده من خلال العلامه دي وبالتالي المنى بتاعته موجوده فيها. وقول ان علامات الارواح مجرد باب انتقال، وان جيمبو مرتبط بيه حاليا عشان كده يقدر يستدعيه بسهوله من خلالها. وفعلا دان بيقدر في لحظتها يستدعي الوحش جيمبو للمكان، وجيمبو اول اللي بيشوفه بيكون سعيد جدا ويدان يلعب معاه. وتمارين وسوجريس بيراقبوا اللي بيحصل بيكونوا متفاجئين ان هو قدر يستدعي وحش فعلا. وهنري بيكون مصدوم وبيسال جيمبو هو ازاي يخونه المره الثانيه وانه مش هيسامحه. وتايرن بيراقبه ويقول مستحيل. وتمارين بيقول لسوجاريس ان ابنه مميز جدا وانه بيملك اكتر من فئه وانه فكر مستعمل روحه بس. وسوجاريس بيقول فعلا وانه عنده فئات كتيره ولكن دي اول مره يستدعي فيها وحش. ودان بيدانه يلعب مع جيمبو وبيعتذر له عن استدعاء المفاجئ ده وانه كان بيثبت حقيقه كلامه وبس. وتارن ما بيكونش مصدق ودي كارثه وان الوضع انقلب عليهم. وسوجاريس بيسال تايرن هو ناوي يعمل ايه وان ابنه استدعى الوحش قدامهم، وبيقول المعنى كده ان ابنه كان بيقول الحقيقه وان فعلا الوحش هو اللي كسر الرابطه ما بينهم. وتارن بيعتذر له وانه واضح ان هو فهم الموضوع غلط، وبيقول لهم ان ابنه غبي ولكنه مستحيل كان يحاول يقتل دان، وان الوحش هو اللي خرج عن السيطره وان اكيد ده حصل بسبب حبه لدان ولكنه فهم الموضوع غلط. وهنري بيقول لهم فعلا وانه كان بيحاول يخوف دان بس بيه وانه مستحيل يحاول يقتله. وكنت تايرن بيعتذر لهم وقالوا لنا عشان كده وقال لهم من البدايه ان ده مجرد صراع اطفال وملوش علاقه بيهم وانه المفروض يرجعوا الحفله دلوقتي وينسوا الماضي. وسوجاريس بيتجاهلوا وبيراقب ابنه دان اللي بيكون متعصب جدا من اللي حصل، ويقول لتايرن انه ما اعتقدش انهم يقدروا يرجعوا الحفله كده ودي مشكله كبيره بينهم ولازم يحلوها. وتايرن بيطلب منه يهدى وان ده كان مجرد لعب اطفال وان هنري كان بيلعب معاه وانه لما اتضرب منه عمل الكذبه دي ولكن مش حاول يأذيه. بس اللي بتظهر في لحظتها في المكان وبتقول ان هو بيكذب. ودان بيتفاجئ ولا بتعمل هنا، وليلي بتكون متعصبه وبتقول انها حضرت عشان تعرفهم الحقيقه. وتمارين بيتفاجئ وبيسال ليلي بتعمل هنا وانها فكرها في الحفله.
وتيرين وهنري بيتفاجئوا وبتسأله لو دي بنت الدكتور مارين اللي هم سمعوا عنها، وسوجريس بيكلم ليلي وبيسألها هي كانت تقصد ايه بان كلام تيرين كدب، وليلي بتقول انها شافت اللي حصل بين دان والولد هنري ده اما كانت بتتمشى في الحديقه، وانها اما لقيتهم بيكذبوا حضرت عشان تعرفهم الحقيقه، وهنري بتصدم ولا شافتهم ازاي وانه مش لاحظ وجودها اساسا، وليلي بتبدا تعرفهم عن اللي حصل، ودان بيراقبها واللي في فضها والامور انتهت بسلاسه وانها فضحت كذبهم. وبعد ما ليلي بتخلص كلامها تيرين بيطلب من هنري يعتذر لكوينت سوجريس وانه مش مصدق انه كذب عليهم، وسوجريس بيقول له ان اعتذار بيكون لابنه مش ليه هو، وتيرين بيقول له اكيد، ويطلب من هنري يعتذر لدان حالا على الغباء اللي هو عمله، وهنري بيروح فعلا لدان ويكون متعصب جدا وبيعتذر له عن اللي حصل، وبيقول له انه كانش يقصد ان هو يهجم عليه ودي غلطته، ودان بيراقبه ويكون متعصب جدا وبيتصل هو فعلا متوقع منه يتقبل اعتذاره ده بعد ما حاول يخفي غلطته بكذبه واتهامه والهجوم عليه، واللي في الماضي هو ما كانش يتقبل اعتذاره وهيضربه، ولكن هو اختلف وانه يظهر الرحمه طالما هو ما اتاذاش، ودان بيقول لهنري انه متقبل اعتذاره خلاص، وهنري بيكون سعيد اول بيسمع كده وبيشكره، وتيرين بيراقبه والوضع ده اتحول وضع كارثي في ظرف لحظات، وانه بدل ما يستغلهم كانت السمعه بتاعته هتتدمر كده، وتمارين بيراقب دان ونتوقع منه انه يعاند اكتر، بالاخص ان تيرين وابنه كذبوا عليه واتهموه وحاولوا يطالبوا بتعويضات ولكنه ولد ذكي، وسوجريس بيقول لهم النقاش بتاعهم انتهى خلاص وان طالما دان اتقبل اعتذار فهو سعيد، ولكن هو مش ناوي يسيب الحادثه دي تمر كده بدون عقاب، واللي هنري ان هو حاول يقتل ابنه باستعمال وحش مستدعي وانه لازم يتقبل العواقب اللي هم يتحملوها، وتيرين بيطلب منه يهدى ودي كانت غلطه، وسوجريس بيطلب منه يوقف اعذاره دي وبيقول له انه عايز ياخد عيلته ويخرجوا من القلعه بتاعته حالا ويرجعوا لمنطقتهم، وتيرين بيكون مصدوم والمستحيل وانه حضر هنا بصعوبه وانه ما قدرش يطرق كده وانه حضوره مش هيكون له قيمه وانه لازم يفضل، وتيرين بيروح يعتذر لسوجريس ويطلب منه يسامحهم وبيقول له ده كان لعب اطفال وانهم اشخاص بالغين المفروض يفكروا بعقلانيه، ولكن سوجريس بيتعصب وبيطلب منه يخرج من هنا وينفذ كلامه، وبيعرفوا انه يبعت له جنود غرفته عشان ينقلوا بره المقاطعه بتاعته، وتيرين بيكون مصدوم ويطلب منه يفكر في الموضوع ده وان دي غلطه، ولكن سوجريس بيسيبه ويمشي ويقول له انه مش هيعيد كلامه تاني، وبيطلب من تمارين يرجعوا الحفله وانه مشغولين، ودان بيراقب تيرين وده انه يضحك والوغد ده اخذ العقاب اللي هو يستحقه، وانه كان دايما واخد حقير مفكر خداع هو اللي ينقذه، وتمارين بيكلم دان بعدها وبيساله فعلا هزم هنري بطريقه سحريه وهو بيقوله فعلا، وتمارين بيضحك ولسوجريس ان ابنه بيستعمل الرمح والاستدعاء وكمان السحر وانه عمله نادره، وسوجريس بيقوله فعلا وانه محظوظ بامتلاك ابن زيه، وليلي بتكون متفاجئه وبتسال دان لو هو كان موهوب كده فعلا وان قوته كبيره، ودان بيتحرج من كلامهم، وتمارين بيقول لسوجريس ان ابنه هينمو وهيتحول لشخص مميز وقوي وان هو يستثمر فيه اول ما هو يكبر، وسوجريس بيضحك وبيشكره وبيقول له ان دان لسه قدامه شويه وقت لحد ما يكبر، ودان بيشكر ليلي وان الحادثه دي اتحلت بفضل تدخلها وانه شاكر وجودها معاه، وتمارين بيراقبهم وبيضحك وانه واضح ان دان وبنته بقى اصدقاء مقربين وانه يقدر يستغل القرب ده، وتمارين بيكلم سوجريس وبيقول له طالما الاطفال بتوعهم قريبين كده من بعض فايه رايه يتكلموا عن الخطوبه والجواز في المستقبل، وسوجريس بيتفاجئ ويقول هو بيتكلم عن ايه، وتمارين بيقول له انه عايز ابنه يتجوز بنته ليلي، ولكن سوجريس بيسيبه بيهرب وانه اتاخر على الحفله، وتمارين بيجري وراه ويطلب منه يستنى واللي ليلي تقنع دان لحد ما هو يرجع لهم، وليلي بيكون محرجه بتقول هو بيتكلم عن ايه وانه ما سالهاش حتى عن رايها في الموضوع، وليلي بعدها بتكلم دان وبتقول انها شافت مبارزات وحوش كتيره عن طريق مستدعيين ولكن هي اول مره اشوف وحش زي اللي هو استدعاه ده، ودان بيقول لها ان هو استدعاه بالصدفه وانه ما كانش ناوي يتحكم فيه، وهي بتقول له ان هو خاف موهبته عنها والمفروض هو يكشف لها كل حاجه عنه وانها ساعدته في الحادثه اللي حصلت دي والمفروض هو يشكرها، ودان بيقول لها ان هو ساعدها الاول وان هو ضربها على السيافه وصلح لها الاخطاء بتاعتها، واللي بتتفاجئ وتقول له فعلا وانها كانت مديونه له من الاول، ودان بيقول لها ان هم يقدروا يعتبروا مساعدتهم لبعض تعادل وان هم هيكونوا مديونين لبعض بخدمه واحده، وهي بتتفاجئ وبتقول له انها عايز تستعمل الخدمه بتاعتها حالا طالما هو عرض، ودان بيستغرب وبتسال هي عايزه ايه منه وبيسال ليلي هي محتاجه ايه، وهي بتقول انها عايزاه يعلمها استعمال طلقه السحر اللي هو استعملها وانها عايزه تكون سيافه سحريه قويه قبل ما تدخل الاكاديميه الملكيه عشان تقدر تفضل بجانبه، ودان بيستغرب وبتسال هي عايز تنمو بسرعه كده ليه، وهي بتقول له انها اول لما تزود قوتها هتكشف النمو بتاعها ده لامها وانها بتحبها جدا وانها كده تتشفي من مرضها ساعتها، ودان بيقول ان هو سمع صحيح ان ام ليلي مريضه بقالها فتره وانه ما قدرش يفوت طلبها ده وان هو هيساعدها، وليلي انه موافق، واللي بتفرح وبتقول له انهم هيبداوا بكره في التعليم او ممكن دلوقتي، ودان بيقول لها انها تقدر تعمل اللي هي عايزاه وان تعلم الطلقات السحريه مش صعب لو قدرت تتحكم في المنى بتاعتها،
وهي بتكون سعيده وبتساله صحيح هو ايه الطلب اللي هو عايزه وانها تنفذ له اي حاجه. ودان بيتفاجئ ولانه يعرفها حالا، وبيعدي بعدها شويه وقت وبيشوف كل الاشخاص الموجودين في الحفله بيتكلموا عن الحادثه اللي حصلت، وبيقول ان كنت طايرن وعيلته اتطردوا من القصر بسبب حادثه ابنه عملها مع ابن كنت سوجوريس، وبدانهم يضحكوا. والوغد المزعج ده قطع مسافه كبيره عشان يحضر هنا ويحرج نفسه، وراح في دان اللي البارون اوبنيت بيكلمه وبيساله هو عارفه، وهو بيقول له اكيد وان هو حاكم المنطقه الاشهر بالاحجار الكريمه عندهم. والبارون اوبنت بيضحك وانه ولد ذكي وان فعلا منطقتهم هي الاغنى في المملكه بالاحجار الكريمه بتاعتهم. وله صحيح وعايز يقدم له بنته الاصغر، وان هو سمع ان هو ولد عنده مواهب كتيره عشان كده بنته ممكن تعجبه. والبنت دي بتقدم له نفسها وبتقول له انها سيلفيا اوبنيت وانها الابنه الاصغر البارون اوبنيت. ودان بيتفاجئ ورحب بيها ولو بيقدم له بنته ليه صحيح. وسيلفيا بتروح له في لحظتها وبتساله صحيح لو هو هيورث كونتيس سوجوريس في المستقبل. ودان بيتفاجئ ولانه ما يعرفش المعلومه دي، وهي بتقول له ما يحاولش يديها الغباء قدامها وانها عارفه ان هو ذكي وعنده مواهب كتيره، وبتطلب منه يعتني بيها وان هم يبقوا عيله في المستقبل وانها زوجته المستقبليه. ودان بيتفاجئ والاطفال الايام دي صريحين بطريقه مرعبه كده ليه. وبخلص هنا ملخص الجزء الاول من هوا. استنى التاني. ما تنساش اللايك والاشتراك. سلام. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper.